كلنا عايزين نتغير. بس ليه 90% مننا من اللي بيبدأوا رحلة التغيير بيرجع لنقطة الصفر مرة تانية؟ محدش قالك إنك لما تتغير التغيير ده هيتعبك، هيختبرك وهيحاول يرجعك لورا. أول ما تقرر تتغير هتحس إن كل حاجة ضدك. هتلاقي حماسك بيقل، هتلاقي في عقبات بتظهر لك، وكمان ممكن الناس تحبطك، وهتحس انك عاوز تستسلم. بس خليني اقولك ان دي مش علامة ضعف، بالعكس، دي علامة انك ماشي في الطريق الصح. كل الانبياء وكل الناس اللي قبلنا بيأكدوا لنا ان ده حصل معاهم في رحلتهم. وتعالى احكي لك على قصة سيدنا نوح. 950 سنة بيدعو قومه، 950 سنة بيحاول يبلغ رسالته، ومع ذلك بيلاقي مقاومة شديدة جدا منهم، ومع ذلك كمل رسالته. سيدنا يوسف بيتعرض لغدر، لخيانة، ومع ذلك كمل رحلته وصبر. فكلمة السر هنا هي المجاهدة. ولما بيحصل تغيير مع أي حد بيبقى قدامه حاجة من اتنين: يا إما يجاهد ويكمل، يا إما يستسلم. ودلوقتي السؤال لحضرتك: لما تتعرض لصعوبات في رحلتك، هتواجه وتكمل وتجاهد، ولا هتستسلم؟ مع رمضان ضربة البداية.